ويستمر الفشل. واحد طالع على اليوتيوب بعت لي ويستمر الفشل. ليه؟ لأنه قلنا اشتروا البيتكوين جهة 23,000 وهلا 21,500، نزل له 1,500 نقطة، تقريبا ما يقارب 7% ونص، 7.5%، قول 10%. في ناس تلكودات. بتعرف شو يعني تلكودات؟ انمحت. احنا الحمد لله لا، نازلين ابو 7.5%، هيك شي. طب شو بدي اعملهم؟ شو بدي اعملهم هدول اللي انمحوا؟ تم القضاء عليهم، انقضى عليهم، هن انقضوا على حالهم. انا منبه، البيتكوين مش بحاجه للليفرج اصلا، وماكسيموم لما تكون متاكد من السوق تاخذ 2 تايمز ليفرج. اكثر من هيك انت بتقتل حالك، لانه ذبذبته مش طبيعيه. بالاضافه احيانا ممكن يكون في عندك اشاره شراء مثلا او بيع، والسوق يمشي عكسك بحدود ال 10 15%، وصارت معنا قبل هيك، وبعدين يرجع يرتد إلك ويعطيك أضعافها. يعني قد ما عكس ضدك يعطيك زيها على مرتين بالاتجاه التالي ويصير يربحك. ولكن أنا مفهمهم 100,000 مرة. وضل يعني أنا اكتشفت إنه أنا يعني على السوشيال ميديا متابعيني جزء منهم مقامرين. ويا إخوان شوفوا، صلوا على النبي، المقامرين هذول نهايتهم وخيمة دائما وأبدا، في كل مكان نهايتهم وخيمة. البزنس هذا، الناس شو بتسوي أرباح بالمجال هذا؟ إذا بنحكي بعيدا عن البيتكوين، يلا يسووا 20% بالسنة. الناس الحريفة المحترمة هذول، الناس اللي بتلاقيهم بيطلعوا بيكتبوا لك ويستمروا الفشل ويستمروا هذا، تلاقيه ماخذ له في ناس بتيجي بتكتب لي فادي احنا عندنا ثقة عالية بالسيجنال تاعتك، بدنا ناخذ 50 تايمز. بقول لهم لا، لأنه في أحيانا مرة من كل 20 مرة بده يصير في علينا درو داون، مش ضروري نلقط البطم بالضبط. وهذا جزء من الحياة، ولا يمكن يعني ولا يمكن إنه نستثنيه. فإذا إحنا مش جاهزين لهالوضعية هاي ما رح نقدر نكمل. بدك تكون عند يعني أي سيستم، أي نظام متاجرة، بدك تدرسه كويس وعلى فترات زمنية طويلة، وتعرف إيجابيات وسلبيات، وتعرف قديش ممكن يعني مثلا أنا الحديث هلا بقول لي اشتري النظام تاعي السلاح السري. طيب شو أطلع منه؟ كيف أطلع منه؟ النظامي هيك شغال، بدي يكون عندي فهم لطبيعة نظامي. هل ممكن يعطيك إشارة والسوق يضل إشارة للشراء، والسوق يضل ينزل والإشارة تضلها موجودة؟ طب كيف بدك تطلع والإشارة موجودة؟ إذا هذا جزء بدك تتعايش معه. يعني كيف؟ يعني واحد رايح يسوي عملية، يخلع سنه، بدوش يشعر بأي وجع؟ يا أخي بدك تشعر بالوجع على أي أول ما يعطيك الإبرة في وجع ولو بسيط بدك تتحمله. بدك تعرف أقصى وجع ممكن تتحمله إيش هو، وبعدين تقيس بتقدر تتحمله ولا ما بتتحمله. ما بتقدر تتحمله، ما تدخل فيه. أو قلل الجرعة، أو يعني تصرف، بس لازم تعرف شو أسوأ إشي قبل الأمور تتحسن. يعني زي ما قلنا بتروح على دكتور أسنان وهو بحط الإبرة بتتوجع أحيانا، بس بعدها بتروح الوجع. لو ما خدتش الإبرة رح يكون الوجع أضعاف مضاعفة، ومش رح تقدر تتحمل. بس وانت عم تاخد الإبرة أحيانا في وجع، هذا الوجع شو قيمته؟ تقدر تتحمله ولا ما بتقدر تتحمله؟ فهذا هو الاستثمار. على العموم اللي بده يشتغل بشكل بروفيشنال يتابعني على التليجرام، قناتي على التليجرام، رح فرجيكم كيف ممكن تفتح حسابات بحيث انه ندير لكم اياها. ممكن تحت ادارتنا المباشرة كفاد انفست، وممكن تحت ادارة شركات بريطانية مرخصة تحت الترخيص البريطاني. طبعا هذا الاشي بعطيكم another layer of protection، اللي هو انه تطمنوا انه المعايير الاخلاقية سيتم مراعاتها في حين أو حين إدارة محافظكم
لأنه هالشركات هاي مرخصة ومراقبة من هيئة أوراق مالية وملتزمة بأخلاقيات والمهنة. طبعا الشركة ما بنعطاها فلوس، الشركة بس بتدير الفلوس، بتحطها لدى وسيط مرخص بمكان آخر. يعني مثلا عندك ال FSA هي المسؤولة عن ترخيص الشغلات الائتمانية أو الودائع. ال FCA لها علاقة بترخيص أخلاقيات المهنة، إنه ينوضع مصلحة العميل قبل أي مصلحة أي شخص ثاني، إنه يندار باله على العميل بالطريقة الصح حسب المعايير الأخلاقية للمهنة. فطبعا أفضل التراخيص هي التراخيص البريطانية والسويسرية. والسويسرية يمكن لسه حتى أحسن طبعا، والسنغافورية طبعا. بعدين لما تتعب إذا بدأتش تفتح مع هدول بدك تفتح مع الإماراتية، خير وبركة، أحسن الموجود بالمنطقة العربية. لكن يضل السويسري والأوروبي والسنغافوري أفضل. يعطيك ألف عافية.